ازيكم؟ بعد الفيديو اللي كنت عملته الاسبوع اللي فات على مضادات الاكتئاب، ناس كتيرة ابتدت تسخن وتقول انا خلاص، انا مش عاجبني فعلا ان انا باخد مضادات اكتئاب وانا هبطل الكلام ده، او انا مش عاجبني ان انا باخد ترانكلايزرز او ان انا باخد حبوب للنوم فانا هبطل الكلام ده مرة واحدة. المشكلة بتاعت ان انا ابطل مرة واحدة هو ان بيبقى فيه اي سبستنس، اي حاجة انا باخدها الجسم بيتعود عليها فبتملى فراغ معين موجود في الجسم. لما انا بقول ان انا ابو السبع رجاله او ان انا مفيش زيي وانا هبطل كول تركي ومش هرجع للكلام ده تاني، اللي بيحصل ان الفراغ ده بيبقى فاضي. فلما الفراغ ده بيبقى فاضي يا اما بيتملي بافكار متعبه، او بيتملي بان انا بعوض السبستنس دي، الحاجه اللي انا باخدها دي، بحاجه تانية. وده مش هو ده اللي احنا عايزينه. يعني لو انا عايز ابطل ان انا اشرب سجاير، مش الحل ان انا ابطل اشرب سجاير وبعد كده ابتدي اشرب مخدرات. فالفكره كلها هو فكره لو انا عايز ابطل اي حاجه، اي نوع من انواع الحاجه اللي انا متعود عليها اللي هو بيسموها الادمان، اي نوع، سواء انا باكل كتير قوي، سواء انا بشرب الكحول، سواء انا باخد مخدرات، سواء انا متعود على تابلتس كتيره باخدها، حبوب على طول باخدها عشان انام وعشان اقوم وعشان الانكزايتي وعشان مش عارف ايه وعشان الاكتئاب والكلام ده. يفضل ان انا لما اجي ابطل اي حبوب انا باخدها، ان انا اتعامل مع الدكتور اللي انا كتبها لي في الاول، واتفق معاه على بروجرام بحيث ان احنا نبطل من خلال البروجرام ده. لو لاي سبب الدكتور ده مش افيلبل، او لاي سبب انا الحاجات دي باخدها من دماغي، طبعا زي في ناس كتير قوي زي ما قلت المره اللي فاتت، ناس بتضرب كوكتيلات كتيره من الانتي ديبريسنت دي من دماغهم. الحل عشان ابطل هو ان انا انزل بالدوزج ربع كل شهر. بمعنى ان انا لو انا باخد مثلا 100 حبايه، الشهر الجاي اخد 75، الشهر اللي بعديه اخد 50، والشهر اللي بعديه اخد 25، وبعد كده هبطل. ليه؟ عشان وانا ببطل بحاول اعمل سبستيتيوشن، بحاول مثلا ان انا بدل ما اخد الحبوب دي ان انا ابتدي مثلا اظبط الغذاء بتاعي، او اظبط حاجه تانية، يعني اي نوع من حاجه مفيده لجسمي. مثلا ان انا اشوف اي نيوتريشنست، اشوف اي حد، بحيث ان انا لما ابطل الحاجه دي الفراغ ده ما يتسابش زي ما هو. هو طبعا لما تبطل جراديولي كده كده الفراغ ده بيقل مع الوقت، بس هو الفكره ان انا يفضل ان انا لما، لاني اي سبستنس، اي حاجه انا بتعود عليها على طول هي بتملى فراغ. فانا الفكره طبعا ان انا اشوف الفراغ ده ايه سببه، وده طبعا شغل بيبقى ليه علاقه انا ليه ان انا باخد الحاجات دي، ايه المشاكل اللي عندي زي ما اتكلمنا قبل كده، مثلا ديبريشن كتير من اسبابه العلاقه مع الاب والام، او ان في حصل جريفنج، حصل موت لحد وما قدرناش نمر بمرحله الحداد عليه بشكل مظبوط. الحداد مش معنى ان انا اقعد 40 يوم، الحداد معنى ان انا ابقى انا نفسيا قادر اتعامل مع الموقف، يعني اللي هو بيسموه جريفنج. او ان انا اشوف لو انا مثلا عندي مشاكل في النوم، برضو بيبقى ليها اسباب، كل الحاجات دي ليها اسباب. بس وانا بشتغل على الاسباب، لما اجي ابطل السبستنسز اللي انا باخدها ما ينفعش ابطلها مره واحده. التبطيل المره واحده ده غالبا بيؤدي لمشاكل كتيره. ف يعني ناس، لو انا مثلا باخد مضادات اكتئاب وفجاه قررت ان انا ابطل في يوم وليله، كلها اربع خمس ايام وهبقى دماغي دي عماله تودي وتجيب وبتلعب عليا تريكس كتيره، بتلعب عليا العاب كتيره. فعشان كده انا رايي ان لما الواحد يحب يبطل، يا اما يبطل مع الدكتور اللي هو اصلا كتب له الكلام ده، او لو عايز يبطل ينزل بالربع كل شهر او كل فتره معينه. والفكره كلها ان انا مش محتاج ان انا اثبت حاجه لنفسي ولا للناس. الفكره ان انا لما ببطل عشان اكون انا انسان اكثر صحه، ومبقاش حياتي كلها معتمده على حبايه او على قرش حشيش او على وات ايفر، يعني اي حاجه، اي نوع من انواع السبستنس، اي حاجه، اي ماده انا باخدها كل شويه، ده معناها ان جسمي متعود عليها. فلما انا ببطل، انا ببطل عشان اخلي جسمي يشتغل بنفسه كويس من غير ما يبقى محتاج لحاجات خارجيه عشان يقدر يشتغل من خلالها او تقويه او تساعده على حاجات تانية. فانا مش محتاج ان انا اثبت ان انا ابو السبع رجاله، ولا محتاج ان انا اقول انا جدع فانا هبطل النهارده وخلاص. لان غالبا لما بعمل كده المدار بتاعت ان انا ابطل مره واحده بتبقى للاسف اكتر من المدار بتاعت ان انا افضل مكمل على الحاجات اللي انا باخدها دي اون ذا لونج ران. ودايما لما زي ما قلت لكم هو في فراغ، الفراغ ده لو انا فجاه سبته
فهيتملي بحاجات تانية، والحاجات التانية دي غالبا بتبقى اكثر سوءا، لان الجسم بيبقى اوريدي متعود ان هو على حاجة معينة، فمش عارف يعمل ايه من غيرها.